انا عايزه ولد يا ابني، انت مراتك كل خلفتها بنات. يا امي احنا راضيين بالبنات. لا، انا عايزه ولد يشيل اسمك. يا ماما ده رزق من ربنا والبنات وش خير. انا عايزه ولد. اتجوز يا ابني، يمكن ربنا يرزقك بولد. يا ابني انا بكلمك بقالي كتير، انت لازم تتجوز. يا ماما ليه؟ انا عندي 4 بنات وانا راضي بيهم. انا مش راضيه، انا عايزه ولد يشيل اسمك. يا ماما ده رزق من ربنا والبنات وش خير علينا. يا ابني اسمع كلامي واتجوز، يمكن ربنا يرزقك بولد. يا ماما انا بحب ام الخير ومش عايز اظلمها. وام الخير خلفت لك ايه؟ 4 بنات. انا عايزه ولد يشيل اسمك. يا ماما الخلفة مش بإيدي، دي من الراجل، من بذرة الراجل. انت عايزه بيتي يتخرب وعايزه اولادي يتبهدلوا؟ انا ابني مستواه كويس، مين هيورثه ومين هيشيل اسمه؟ انا امك يا ابني وهتسمع كلامي، انت لازم تتجوز وتخلف ولد. يا امي حرام عليكي. انا مش هسكت، انا عايزه اشوف حفيد الولد قبل ما اموت. حسبي الله ونعم الوكيل. تعالى يا محمود، تعالى يا ابني، انا عايزاك. في ايه يا امي؟ انا تعبانه، ضغطي عالي وسكري عالي. تعالى يا ابني، عايزاك لوحدك. مالك يا امي؟ انت لو ما نفذتش كلامي ما تبقاش ابني. انا عايزه افرح بيك واشوف ابنك قبل ما اموت. العمر بيجري يا ابني، اتجوز وطمني عليه. بلاش يا ماما بلاش، ما تخربيش بيتي عشان خاطر ولد. لو ما اتجوزتش وخلفت ولد هحرمك من الميراث، ومش هتدخل بيتي، وهتبرى منك، ولا هعرفك ابني، ولا هتقف على بابي، ولا هتشوفني على قبري. بص يا ابني، دي العروسه. بصراحه يا امي البنت شكلها محترم. يعني عجبتك؟ اه عجبتني. ها يا محمود، عجبتك البنت؟ يا امي البنت عجبتني. يبقى خلاص نتوكل على الله. خلاص يا امي انا موافق. يا ام الخير انا ما بخبيش عنك حاجه. امي ضغطت عليا وانا رحت شفت العروسه، والحقيقه انا قبلتها. انا والله ما كنت عايزه اوجعك. عشان ايه يا محمود؟ عشان الولد؟ انت بتهدم بيتك بايدك وتهدم حياه بناتك عشان حاجه مش في ايدك. طب اعمل ايه يا ام الخير؟ امي هتتبرى مني. والبذره من مين يا محمود؟ الخلفه رزق من ربنا. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. الرزق يا محمود بإيد ربنا. أنا قلت لك اللي عندي يا محمود، لو هتتجوز اتجوز، بس افتكر إنك سايب بيت ورا ظهرك. انا مش عايزه اظلمك. أنا مش همنعك، بس ربنا واحد عارف الخير فين. انا فاهم كلامك يا ام الخير، بس امي حصرتني ومش سايبالي اختيار. الاختيار في إيدك يا محمود، أنت اللي هتقرر. انا خلاص وافقت. ربنا يهديك يا محمود. يا رب انت اللي اخترت لي ان يبقى معايا بنات. يا رب اكتب لي الخير كله. يا رب قويني على المسؤولية وقويني ان اربي بناتي احسن تربية. يا رب اعمل لي الخير واكتب لي الخير في كل خطوة. يا رب قويني يا رب. يا محمود انا عندي خبر هيفرحك. خير؟ انا حامل. بجد؟ الحمد لله. يا رب يكون ولد يا رب. مبروك يا محمود، ربنا رزقك ببنتين توأم. الحمد لله. شفت يا ماما؟ شفت عملتي فيا ايه؟ انت دمرتيني وخربتي بيتي. انا اللي جبت ده لنفسي. انا اللي سمعت كلام امي. كنت راضي بمراتي وبناتي، ليه عملت كده؟ أنا اللي جبت ده لنفسي. أنا اللي سمعت كلام أمي. كنت راضي بمراتي وبناتي، ليه عملت كده؟ يا ريت ده يطلع حلم. امي هي اللي زنت عليا، هي اللي عملت فيا كده. يا أم الخير أنا ندمان. يا ريتني ما سمعت كلام أمي.
انا كنت راضي باللي ربنا كتبهولي، بس امي كانت هتتبرى مني. سامحيني يا ام الخير. انت اللي اخترت يا محمود، انت اللي سمحت بكده يا محمود، انت اللي ما رضيتش باللي ربنا كتبهولك. انا مراتك بس احنا انتهينا من جوه، انا مش هخرب بيتي ولا حياة بناتي. يعني مش هتسامحيني؟ انا ببص لبناتي يا محمود، مش ببص لنفسي. خلي بناتنا يقبروا من غير ما يحسوا ان بيتهم اتكسر. انا مش هطلب منك الطلاق يا محمود، انت لسه جوزي واحنا متجوزين على الورق، بس اللي بيني وبينك اللي جوانا اتكسر خلاص. انا مش هخلي بناتي يحسوا ان ابوهم وامهم اتفرقوا، ده بيتك وتيجي تشوف بناتك في اي وقت. انا ببص لبناتي وبس يا محمود، عايزه يكبروا وهم شايفين ابوهم موجود في حياتهم، لكن بيني وبينك اللي كسر بيرزع لو. انا مش هطلب منك الطلاق يا محمود، انت لسه جوزي واحنا متجوزين على الورق، بس اللي بيني وبينك اللي جوانا اتكسر خلاص. انا مش هخلي بناتي يحسوا ان ابوهم وامهم اتفرقوا، ده بيتك وتيجي تشوف بناتك في اي وقت. انا ببص لبناتي وبس يا محمود، عايزه يكبروا وهم شايفين ابوهم موجود في حياتهم، لكن بيني وبينك اللي كسر بيرزع لو. خربتي بيتي يا امي، ضيعتي حياتي. انا دلوقتي مش عارف اروح لمراتي دي ولا مراتي دي. انا كنت راضي يا امي، انت اللي زنيتي عليا. انا تعبت يا شيخ، انا اتجوزت عشان امي ودلوقتي بيتي الاول اتكسر. يا ابني ارضى باللي ربنا قسمهولك، انت الحمد لله ربنا وسع عليك، ما تهدمش بيتك الاول ولا بيتك التاني. ربي بناتك كويس ودي مسؤوليتك، البنات رزق والبذره منك انت. اتعامل بما يرضي ربنا وارضى بنصيبه. نرضوا باللي ربنا قسمه لكم، كل واحد يرضى بنصيبه. ربنا يهب لما يشاء إناثا ويهب لما يشاء ذكورا، وكل ده رزق من عند ربنا، وممكن البنت تطلع احسن من الولد. المهم التربيه واننا نربي ولادنا صح باللي ربنا كتبه لكم، وارضوا بنصيبكم. ارضوا باللي ربنا كتبه لكم وارضوا بنصيبكم. لو القصه عجبتكم ادعموني بلايك واشتراك، ولو انتوا على الفيسبوك ابعتوا لي النجوم دي بتدعمني وبتساعدني اكمل، وقولوا لي رايكم في القصه دي. وعايزه اعرف كمان بتتابعوني من انهي بلد. مستنياكم في التعليقات وربنا يسعدكم.